بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون في حرف الباء، وحرف الباء من الأحرف التي لها بعض التقاسيم حتى تفهم. فنبدأ بتقاسيم حرف الباء. حرف الباء له 3 تقاسيم. الحركة الأولى وهي حركة الشظية، وتكتب بهذا الشكل: من الأعلى عريضة، من الأسفل بهذا الشكل نحيفة. ثم التقسيم الآخر وهو تقسيم العرض، وهو أن تمشي بعرض القلم بالشكل الذي ذكرناه من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، بمعنى أنه يكون عريض. التقسيم الثالث وهو نهاية الباء، هي هذه الحركة. نهاية الباء هذه الحركة هي مثل شظية الباء لكنها مقلوبة، دام أنها هكذا فالشظية هكذا والباء المتأخرة هكذا، فهي عبارة عن شظية مقلوبة. هذه تقاسيم حرف الباء. من الأشياء التي نركز عليها في كتابتنا لحرف الباء أن نركز على مثلث الالتقاء، وهو مثلث مهم. عندما نكتب الشظية هذا الشكل، بعض الخطاطين يكتب الشظية ثم يبدأ من هنا، وهذا خطأ، لأنه ليس هناك التقاء بين الشظية والحركة الثانية، لابد أن يكون هناك التقاء بينهم، وهذا الالتقاء هو ما ذكرناه بقضية مثلث الالتقاء. هذا المثلث عندما نعمل الشظية لابد لنا أن نضع القلم داخل الشظية، يعني ثلثين القلم داخل الشظية وثلث خارج الشظية، ثم نمشي فيتولد لنا هنا مثلث التقاء بهذا الشكل. هذا المثلث هو مثلث الالتقاء، وسيمر علينا في أكثر من حرف.